السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع زعيم الكرة الأفريقية وصاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة وهو النادي الأهلي. قبل ما نتكلم في أي حاجة، أنا الأسبوع اللي فات سمعت حاجة غريبة أوي، إن بعض الناس بتقول لك جمهور الزمالك أكبر من جمهور الأهلي. يا جماعة، دي أغرب حاجة سمعتها دي. أنا ذات نفسي ليا أصدقاء زملكاوية هم عارفين ذات نفسهم إن القاعدة الجماهيرية الكبيرة بتاعة الأهلي ده مش في مصر بس، ده في كل العالم. طيب ايه رأيكم نكتب ونشوف كده صاحب احسن تعليق كنسبة الجماهير الاهلي بالنسبة لجماهير الزمالك؟ انا اعتقد اللي ممكن نقول، لو هنقول نسبة مئوية، هنقول مثلا الاهلي بنسبة 50% والزمالك نسبة 35%، وال15% اقاليم. هل انتوا معايا في الرأي ده؟ شارك كده برأيك وقول لي هل فعلا النسبة دي صح. يعني أنا بتخيل اللي هي النسبة كده، يعني برضه هنحط في اعتبارنا اللي فيه ناس بتشجع الأقاليم. ممكن نقول 50% و35% و15% الأقاليم. ولو قلنا بتوع الأقاليم دول بيبقى برضه ليهم انتماء أهلي أو زمالك، يبقى احنا هنقول بنسبة 60% ل40%. أعتقد اللي هي دي النسبة الصح. الزمالك فعلا ليه جمهور، بس جمهور انت عامل زي لما تركب مثلا ايه، تركب مواصلات ولا تركب الاتوبيس ولا تركب المترو، تلاقي بين 1000 شخصي مثلا 800 اهلي 200 زمالك. تروح اي مكان تلاقي النسبة الاغلبية للاهلي. انا عمري من ساعة ما شجعت كورة اخش في اي مكان الاقي فيه نسبة زمالك اكتر، لدرجة اما بلاقي فيه زمالك شوية بقول والله غريب اوي المكان ده. كان مرة محمد فؤاد قال لك على ابني اول ما اتولد اول حاجة على اهلي اهلي. يقول لك الاطفال بتتولد بالفطرة بتقول الاهلي. يا جماعة، مش معنى ان الزمالك كسب ماتش يبقى خلاص بقى هو نادي القرن، وبقى هو احسن فريق بيلعب كورة، وبقى هو جماهير قاعدة جماهيرية كبيرة. الكلام ده مش صح، مفيش الكلام ده خالص. انا ليا اصدقاء زملكاويه عارفين، قالوها لي كده من الاخر كده، قالوا لي كده بص، اي دوله في الدنيا لازم يكون فيها فرقتين، واحد كبير والتاني اقل منه. هم ذات نفسهم لازم الواحد يكون واقعي مع نفسه، لكن مش عشان كسبت ماتش تقلب موازين كل شيء. طب وما تتغلب ترجع للقاع تاني. كمان النقطة التانية حكاية نادي القرن ديت اللي احنا بقينا بجد صدعنا منه. يا جماعة، ما هو نادي القرن ده مش بالمحبة يا أهل المحبة الدنيا حبة. لا، نادي القرن ده بالبطولات. انت واخد كام بطولة، وانهي بطولات، وكام بطولة في البطولات كلها. مش معنى ان انت خطفت بطولة ولا اتنين ولا بتاع يبقى انت كده. فين القرن كده؟ نادي القرن على اساس ايه؟ احنا مش عارف، يعني احنا بنتكلم بكلام مش منطقي. لا، كلام مش موجود اصلا في اي مكان تاني. ده ما يمنعش طبعا ان الزمالك فيه اساطير وفيه لعيبه كبيره وبيلعبوا كرة جميله وكل حاجه. بنتكلم على مدار التاريخ طبعا، مش على سنة ولا سنتين زي ما الناس بتقيس الأمور. بس أنت بتتكلم بقى على في وجود، يعني إن أنت استثني الأهلي. الزمالك بيلعب كرة حلوة أنا كان مرة من المرات لقيت واحد زملكاوي من الناس اللي هي مخضرمة بقى وفاهمة كرة قوي. بقول له أنا عايز أسألك سؤال. دايما أنا بسمع كلمة يقول لك زمالك هندسة لعب وفن ومدرسة. الكلام ده حقيقي؟ زمالك مدرسة ولعب وفن وهندسة، ولا أنت شايف الكلام ده؟ قال لي والله كان زمان الكلام ده موجود. ليه؟ لأن كان آخر 10 15 سنة الزمالك كان مش جايب حتى 50% في اللعب. بس حقيقي أنا أعرف والله أصدقاء بيشجعوا نادي الزمالك عندهم منطقية وحيادية وآرائهم سليمة جدا. عمر ما واحد بيشجع كورة صح إلا لما لازم تلاقيه بيفكر صح من ناحية الكورة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا راجل أهلاوي أهو، يعجبني طبعا اللعيبة بتاعتي أبو تريكة وكذا 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 وكذا. هل لما تيجي تقول لي مثلا والله حازم إمام، مثلا فاروق جعفر، الناس دي كلها مثلا الحلوة، التواريخ دي كلها، حماد عبد اللطيف، الناس الحلوة دي كلها، تيجي تقول لي لا مش لعيبة؟ الزمالك طول عمره مليان أساطير. فلازم الواحد يكون عنده حيادية. يعني إيه؟ يعني انت اما تلاقي الخصم بتاعك بيلعب كرة كويسة لازم تعترف ان هم كانوا افضل. يعني الماتش اللي فات اللي الزمالك كسب فيه ده بتاع السوبر الافريقي، فعلا الزمالك من سنين لأول مرة أشوفه، مش أقول لك بقى بيلعب حلو، لأ طبعا، من سنين أول مرة أشوف الزمالك عنده روح قتالية في الملعب، حريص إن هو يكسب، بيحارب عشان يكسب. والأهلي بيبدأ يلعب بتراخي شوية، وكل لاعب شفتوا مصر ما كانت المفروض تروح كأس العالم وراحت تلعب في السودان مع الجزائر، واللي هيكسب هيروح كأس العالم. فاكرين الماتش ده اللي مصر خرجت منه 1-0؟ ده ليه؟ لأن مصر رايحة على أساس هنكسب، احنا رايحين نستلم، واخدين للفنانين والممثلين ورايحين رايحين يتفسحوا، رايحين رحلة.
فاتفاجئوا واتصدموا في الماتش، وكان لعبوا ماتش ما أسوأ ما يمكن، وإدارة الماتش كانت سيئة جدا من جانب حسن شحاتة، كانت كوارث في كل الزوايا. هو ده بالظبط زي اللي حصل مع الأهلي، 2-1. الاتنين كانوا رايحين الماتش عشان يحتفلوا. كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى التوفيق لكل الكرة